السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حباباتي وأهلا بكم مع فيديو جديد ومع وصفة جديدة كالعادة. الوصفة تاع اليوم عميرتي حنديرو تشارك العريان نديروه للعيد الأضحى المبارك. نديرو معاكم خطوة بخطوة، طريقة جد سهلة. أنا كنت درته لكم ديجا في بداية القناة، مي هذه المرة راني عاود درته لكم بصح بطريقة مختلفة، طريقة جد سهلة، سهلة التحضير، والنتيجة فريمون كانت نتيجة جد مبهرة. كان جاي يدوب 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 في الفم، بزاف بنين، كروستيو من برا ومن الداخل، يدوب في الفم. شوفوا كي راني نقسم لكم باش نشوقكم تكملوا الفيديو للاخر وتخلوا لي هذوك لي جام يا زينات. يلا اللي مازال ما دارت ليش هذاك الجام، يلا في بداية الفيديو خلي لي هذاك الجام او كومنتير شباب يا شابين. ويلا بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو بسم الله. المقادير وطريقة التحضير كمقادير، كما نعرفوا دايما، تشارك العريان هو شباح الميدة في العيد. هذه المرة درت ما كترتش حلويات، بإذن الله الفيديو القادم نوري لكم، نشارككم حلويات التوعية اللي درتهم في العيد الأضحى المبارك. كيما راكم تشوفوا هنا خياتي، عندي هذا الفنجان اللي حنعبر به. هنا واش عندي مارغرين ماني، ندير نصف الكمية. 250 جرام هكذا. المارغرين لازم تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، سورتو دوك الحال راهو سخون تم شغل تكون تساعدنا في الخدمة، تكون غامولي. ونجيب هذاك الفنجان اللي قلت لكم حنعبروا به الوصفة تاعنا، ندير فنجان زيت ونزيد معاه فنجان ماء الزهر. انا نستعمل هذا ماء الزهر، ريحته معبقة هايلة. انديري شتو بكري كي كنا ناكلو الحلوى نشمو فيها ريحة المزهر، انا هذا المزهر يفكرني بكري، سواء درت به مقروط جا هايل، ومم تشارك العريان يجيك شغل معبق هايل. دوك هنا واش ضفت لافاني، ضفت حبة بيض، وضفت كاس سكر ناعم كيما راكم لاحظتوا. من بعد هنا انا حندير بالباطيغ، نتوما ما تتقيدوش، تقدروا غير بيديكم تدبجوهم، هذا مكان. مي انا فضلت اني ندير الباتور باه نسهل على روحي، هذا مكان معيش حاجه لازمه. دونك كيما راكم تشوفوا دمجتهم مليح مليح، خاصه كي تكون الزبده طريه، ما تعذبناش في الخدمه، تم يندمجوا المقادير. دونك انا هكا ضربتهم غير هكا ضربه بالروبو، بالباتور بليتو، كيما راكم تلاحظوا. وصدقوني هذاك المزهر هايل، ننصحكم به. راني وريت لكم القرعه تاعو، الا صدتوه غير شريوه. من بعد ضفت زوج كيسان فرينه وزوج ملاعق كبار معمرين مليح مايزينا اللي هي نشاء الذره. نضيف هنا ملعقه، شوفوا، ملعقه تاع قهوه، لا ليفور، ما نديروش باكي كومبلي، غير ملعقه. ونضيف قرصه ملح، هذا مكان. هنا كنت ضفت زوج كيسان فرينة، الكاس تاع الفرينة يوزن 220 ملي. وراني نزيد في الفرينات تدريجيا، نزيد الكاس الثالث ونزيد حتى الكاس الرابع والكاس الخامس، باسكو هنا دات لي دوك تشوفوا احسبوا. الفيديو راهو يعبر اكثر من الهضره، هنا اللي حوسوا مقادير مضبوطه احسبوا الفرينه هذا هو الكاس الرابع اللي جبته. وراني نكمل نجمع في العجينة تاعي. صدقوني شوفوا هذه العجينة، باسكو شوفوا واش فيها المارغرين وفيها الزيت وفيها المزهر، عبالكم فيه هذا تشارك العريان، ريحته تهبل. وخاصة كي درنا هذوك زوج ملاعق تاع المايزينا اللي يعطيهم خفة، يعطي التشارك تاعنا يجي خفيف ويجيك شغل كروستيون. هذاك الزيت تاني يعاوننا في هذيك القرمشة تاع تشارك العريان. انا كنت لي اول مره جربت هذه الوصفه وكانت عجبتني بزاف هايله. انا ديجا كنت شاركت معكم الوصفه اللي كنت شاركتها معكم تاع 3 كيلات بكيله، هذيك تاني تجي شابه. مي هذه للمبتدئات، ننصحكم انكم ديروا هذه الوصفه باسكو ناجحه 100%. دونك شوفوا القوام تاع العجين، نخلوها هكا طريه كيما لي صابلي.
لازم نخلوها طرية ونغطيها بكيس بلاستيكي ونروح نبدا نحضر الحشوة. هنا الحشوة تاعي واش درت 3 كيلات كاوكاو محمص، لازم يكون محمص باه يجينا بنين، وضفت 2 ملاعق سكر، ونضيف كيس فانيليا كيما تحبوا كيس فانيليا، ولا تحبوا ديروا لافاني، ولا كيما حبيتوا حتى بشور الليمون تقدروا ديروهم، ونجمع بالمزهر. وراني نحط تدريجيا في الماء الزهر غير بشويه، وشنو برك حكوه مليح بين يديكم حتى يذوب معنا هذاك السكر، باسكو هذاك السكر هو اللي يخلي لا فارس تيبس معاكم في التشارك. لازم تعجنوه مليح مليح، شوفوا كيف راني نعرك فيه حتى نحس هذاك السكر خلاص ولا ما يبانش، حتى يذوب كاع معايا كيما راكم تلاحظوا هكذايا. نكمل باسكو هذا هو السر تاع لي كي يذوب لكم السكر ديروا في بالكم لا فارس ما تيبسش معاكم كي تدخلوا حلوتكم للفوق الطيب. إيبا كيما راكم تشوفوا هنا حبيباتي كملت هنا سي بون، العجينة تاعي راهي واجدة ولا فارس تاعي تاني الحشوة تاعي تاني راهي واجدة. هنا واش ندير، هنا كيلتهم 30 غرام، كيما تقدروا تكيلوهم 25 غرام 35 غرام كيما تحبوا الحجم يولي ليكم. دونك هنا أنا ما انتبهتش للكاميرا كانت مي معليش الكاميرا كانت توجور صريف كاين وين نديرها بيا مي معليش. كيما راكم تلاحظوا دوك والحشوة تاني وزنتها 15 ما بين 15 ل20 غرام. كيما أنا نحب الحشوة تكون الله يبارك تكون كي نقسم الحبة تكون معمرة، صافي أنا توجور ندير واحد 25 حتى 20 غرام، وحبة تاع التشارك نديرها ما بين 35 غرام. وما تنساوش باسكو رانا دايرين شويه لا ليفور في العجينه، صافي كي ندخلوها الفوق حتى تنتفخ شويه ماشي حاجه تنتفخ شويه هكذا. دوك انا هنا خياتي نكمل كاع الحبيبات التوعي هنا، فريمون نتاسف باسكو ما انتبهتش الكاميرا بلي ما راهيش تصور مليح مي معليش قلت لكم صاريف هذا راس دي فوا نحطها تصور مي ما نكونتروليش، نقول راهي تخدم خدمتها ومن بعد في المونتاج انا كيما راكم تشوفوا دوك انا نكمل كاع الحبيبات هادو تاوعي تاع التشارك العريان ونكملهم كاع من بعد. تشوفوا المرحلة الثانية كيف نلصقوا لهم هذاك الكاوكاو كيما انا كنت درتهم بالكاوكاو. العيد الكبير ماهوش تاع حلوى يبان درت غير فال هذا ما كان ماشي كيما العيد الصغير نحب ننوعو فيه ونحب نحبو ننوعو فيه. دونك هنا شوفوا هنا خياتي هنا دوك انا هذا التشارك تاعي كنت حطيته في الثلاجة السنيوة اللي نخدمها نحطها في الفريجيدار ولا في الفريغو ولا في المجمد نخليها تجمد وتحكم روحها باه كي نولي. شوفوا هنا كي راني نحي فيها ما تسقطش تقعد هي باه كي نولي ندهنها ببياض البيض ونحطها في الكاوكاو الشكل تاعها ما يتبدلش او ميم طون تقعد هي تقعد الشكل يقعد شباب. هذا هو الهدف من الحلوى كي نحطها في الثلاجة باه تحكم روحها، باسكو شوفوا مع دوك السخانة كي نجو حنرفدوها والحلوى طرية ما يقعد فيها والو، صافي لازم تحطوها في الفريجيدار. هذيك الزبدة وهذيك العجينة كاع هذيك العجينة تجمد وتحكم روحها. ومن بعد شوفوا راني نخدم بكل سهولة، راني ندهن في البيض. هنا البيض دهنو بالبانسو، انا ما نفضلش هذيك الطريقة تاع لي الحبات تغطسوها كاع في البيض ترفد كمية كبيرة تاع بيض، غير هكا بالبانسو نديرو الكمية اللازمة هذا مكان. هذيك الزيادة تخسر لنا الكاوكاو تاعنا يتشمخ ومن بعد ما عندنا ما نديرو به يولي حتى ما يلصقش في العجينة. دونك انا هنا سي بون نحطها طيب على 180 درجة كي راهي طابت احمرت من التحت وشعلت لها من الفوق. شوفوا هنا على قلت لكم الكاوكاو تاعكم اللي تزينوا به من الفوق ما تحمصوش باسكو دوك كي نطيبوها حيتحمص الكاوكاو على نحرقوه ويولي يبان كحل. شوفوا كيف طاب وشوفوا الشكل كيف قعد الشباب تاع التشارك العريان جا تشارك من اروع ما يكون. دونك هكا وهو سخون نديرلو رشه تاع سكر ناعم على وهو سخون نديرلو رشه تاع سكر ناعم بهذاك السكر ناعم وهو تشارك راهو سخون يلصق فيه وما يطرش معايا يقعد هكذايا ممكن نخبيه في اون بواط ولا هكذا. دوك انا نكمل هكذا كميه الكميه اللي كنت درتها عطاتني 3 سنوات هكذايا صافي عطاتني كميه ما شاء الله تاع عيد وندي منها وتشيط الله يبارك. هو اصلا زاكي
كيما راكم تشوفوا دوك هنايا هذا هو التشارك تاعنا وطاب فريمون جا يدوب في الفم. شوفوا كيف طاب من التحت، من التحت درتو تاني حمرته شويه وكنت قدمته هكذايا. هكذايا شوفوا كان جا ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا كي درتو في الكيسات تاع نظرة هايله. ومام هكذا للعيد صبيحة العيد هماوشنا تشارك العريان. شوفوا كيف طاب من التحت وجا كروستيون. كما قلت لكم الكاوكاو ما تحمصوش كي ديروه يطيب راهو يتحمص وحده. شوفوا هنا نقسم لكم حبه باش تشوفوا الطراوه وتشوفوا باللي الوصفه فريمون هايله. ما كاش فرق ما بينها وبين الوصفه اللي كنت درتها لكم السنه الماضيه. شوفوا شحال طريقي نقسم لكم. شوفوا الصوره راهي تعبر اكثر من الهضره. يدوب في الفم. إيه هنا عميراتي هذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون نفعكم وفاتكم. اليوم صايمين نقول لكم صيامكم في الجنة، وربي ان شاء الله يتقبل منا القيام والصيام وصالح الاعمال. عيد مبارك سعيد، نقول لكم صحة عيدكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.